السجن 10 سنوات لراق في مدينة طنجة تورط في الشعوذة واعتداءات جنسية. إليكم التفاصيل. أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة هذا الأسبوع شخصا كان يدعي العمل فيما يسمى بالعلاج بواسطة الرقية الشرعية بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا. كان ملاحقا بتهم استعمال الشعوذة وارتكاب اعتداءات جنسية على مجموعة من النساء منهن شقيقتان وكذا النصب والخيانة الزوجية. وقضت المحكمة بتعويض ضحاياه ب15,000 درهم لكل ضحية. وخلال أطوار محاكمة المتهم أقنعت هيئة الحكم بتورطه في التهم الموجهة إليه، بحيث كان المعني والبالغ من العمر 29 عاما يستقبل ضحاياه بمنزله بحي الجراري ويوهمهم بإخضاعهم لحصص الرقية قبل أن يعمد إلى تحويلها إلى حصص لممارسات جنسية بعدما كان يقدم لضحاياه مخدرا.